أول تعليق من كابتن محمد أبو تريكة بعد هزيمة مصر من السنغال بهدف نظيف لساديو ماني وخروج مصر من دور قبل النهائي في بطولة أفريقيا، حيث أبو تريكة كان له تصريح على هزيمة مصر في هذه المباراة. ولكن قبل التصريح أبو تريكة الهام جدا، أتمنى من كل مصري وكل عربي يعمل لايك وشير لتصريح أبو تريكة بعد هزيمة مصر من السنغال، حيث قال تريكة إن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر لم يوفق في إدارة المباراة، مشيرا إلى أن المنتخب عانى من غياب التنظيم بين الخطوط وافتقد لمنطقة خط الوسط والهجوم بشكل واضح. وأوضح أبو تريكة أن الثلاثي الدفاعي فقط ظهر بمستوى جيد نسبيا، ولكن دون ذلك لم يقدم باقي لاعبي المنتخب الأداء المنتظر، مضيفا أن منتخب مصر كان ضعيف أمام السنغال ولم يصل إلى المرمى المنافس أو يشكل أي خطورة حقيقية طوال المباراة. وأشار تريكة إلى أن المنتخب افتقد لوجود نجم قادر على صناعة الفارق في اللقاء، كما أن عدد من اللاعبين كانوا خارج الخدمة، مؤكدا أنه كان من الضروري تطوير الأداء وتعديل الخطة خلال الشوط الثاني من أجل تحقيق أكبر استفادة ممكنة. وأضاف بعد استقبال الهدف تحسن الأداء نسبيا ونجحنا في الوصول إلى مرمى السنغال، ولكن ذلك جاء متأخر وكان يجب التحرك مبكرا. وأضاف تريكة مؤكدا أن منتخب مصر افتقد منذ بداية المباراة لشخصيته وقوته المعهودة، وخاض اللقاء من الناحية التكتيكية والتخطيطية فقط في الوقت الذي اعتمد فيه المنتخب السنغالي على الشق الفني، وهو ما صنع الفارق بين المنتخبين. وأشاد أيضا محمد أبو تريكة بمشوار المنتخب الوطني خلال البطولة، مؤكدا أن التواجد في المربع الذهبي بيعد إنجاز في ظل الظروف والتوقعات التي سبقت المنافسات، مشيرا إلى أن منتخب السنغال كان الطرف الأفضل في المواجهة الأخيرة واستحق الفوز. وقال تريكة إن وصول منتخب مصر إلى هذا الدور بيحسب للاعبين والجهاز الفني، موضحا أن الكثيرين لم يكونوا يتوقعوا تواجد المنتخب في هذا المركز أو التأهل إلى نصف النهائي. وأضاف كتر خير اللاعبين والجهاز الفني على تواجد مصر في المكان ده، سواء حصلنا على المركز الثالث أو الرابع، وجودنا في المربع الذهبي شيء جيد جدا جدا. وأكد تريكة دعمه الكامل للمنتخب خلال المرحلة المقبلة، قائلا احنا في ظهر المنتخب وإن شاء الله نطور الأداء قبل كأس العالم. وتحدث تريكة عن الفارق بين مواجهتي كوديفوار والسنغال، موضحا أن المنتخب المصري خاض مباراة كوديفوار بأسلوب دفاعي بحت مع الاعتماد على الكرات المرتدة ونجح في استغلالها، بينما اختلف الوضع تماما أمام السنغال. وأوضح أمام السنغال كنا مستنيين الهدف يجي في مرمانا لأنهم كانوا الأفضل والأكثر سيطرة وكانوا مش مستعجلين على الفوز على عكس مباراة كوديفوار. وقال تريكة على أن المنتخب مصر لم يشكل خطورة حقيقية خلال لقاء السنغال، وإن الفوز ذهب لمن يستحقه وهو منتخب السنغال، مشددا في الوقت نفسه على أن تواجد مصر ضمن الأربعة الكبار بيعد أمر إيجابيا للغاية. وعن حديث محمد أبو تريكة عن حسام حسن وإبراهيم حسن، حيث قال أوضح محمد أبو تريكة أن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر وتوأمه إبراهيم مدير المنتخب يواجهان هجوم من بعض الأطراف، وأشار إلى أن لهم أعداء في الوسط القروي، رافضا لفكرة تصفية الحسابات على حساب مصلحة منتخب مصر. وأكد على أن النقد يجب أن يكون فني وبناء وليس بدوافع شخصية، وإن استقرار الجهاز الفني أمر ضروري بتلك المرحلة المهمة. وشدد على أن الفراعنة عانوا من مشكلة كبيرة بطريقة دفاعية أمام السنغال، وسوء التنظيم الدفاعي كان من أبرز أسباب فقدان السيطرة على مجريات المواجهة. وقال كنت أتمنى أن يبدأ مصطفى محمد ومهند لاشين بالتشكيل الأساسي أمام السنغال، ووجودهم منذ البداية كان سيمنح المنتخب قوة أكبر، وده كان سواء على المستوى الهجومي أو في التوازن داخل الملعب.
وتمنى أيضا محمد أبو تريكة عدم ظهور حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني الأول وتوأمه إبراهيم مدير المنتخب بوسائل الإعلام بالفترة القادمة، وأشار لأن المرحلة الحالية بتحتاج لهدوء وتركيز بالعمل بعيدا عن التصريحات الإعلامية، وإن ذلك بيصب في مصلحة المنتخب والجهاز الفني. وأضاف: أتمنى أن يعمل التوأم مثل الراحل محمود الجوهري الذي كان يفضل الرد في الملعب وليس عبر وسائل الإعلام. وكشف أن كثرة الظهور الإعلامي عقب الإخفاقات قد تزيد من حدة الجدل والضغوط، بحين أن العمل الصامت والتقييم الهادئ للأخطاء هو الطريق الأفضل.